بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده حصل لي حاجه كده، اول مره اتعرض ليها في القناه، يعني ان يجي لي رساله ان الربح توقف. طبعا احط الفيديوهات دلوقتي عادي من غير اي حاجه، بس ده كانذار، يعني انا عامله محتوى مكرر ورا بعضه. طبعا انا كنت قناه طبخ، طبعا اليوتيوب مليان قنوات طبخ، فانا عدلت من المحتوى، يعني مش عدلت قوي، انا ساعات بحط طبخ برضه بس حاجات بسيطه. فبحط قرآن بس طبعا بعد تعديله، بعد تعديل الصورة المصورة، يعني مش بجيبه كوبي يعني. بس اتضح ان انا كنت حاطة المحتوى ما اخدتش بالي، يعني ان هو نفس المحتوى مكرر ورا بعض. فطبعا ده كان غلط وانا معرفش، فهم ادوني مهلة 3 شهور ان انا اعدل من القناة. طبعا انا معرفش في الحاجات دي في اول مرة، يعني فارجو منكم معلش، فضلا وليس امرا، حطوا لي لايكات للفيديوهات اللي هتنزل حتى لو كانت بسيطة، مشاهدات لو سمحتوا، عشان القناة ما تتعرضش للغلط. لان انا والله حزينة جدا، لان ده تعب 4 سنين وما قبضتش منها، ولسه مش كمان القبض، انا ما حققتش الشرط التاني. فمعلش اقفوا جنبي، انا اول مرة اطلب منكم الطلب دوت. على ما اظبط القناه كده اشوف حد يظبطها لي، لان انا ما اعرفش حاجه في القناه خالص او في الاعدادات بتاعه القناه. ومتشكره لكم جدا لدخولكم عندي وتفاعلكم معايا. بس انا دلوقتي بعد كده القناه دي انا زعلانه عليها جدا، انا زعلانه قوي ان ده حصل. انا ما كنتش اعرف طبعا سياسه اليوتيوب لانها للدرجه ديت، يعني من غير انذار كده تقوم موقفه الربح. حتى لان طبعا الربح عندي بالسنتات، يعني انا لحد دلوقتي والله لسه ما وفيت الشرط التاني اللي هو $100 بالسنتات، يعني لسه حتى ما وصلتش لربعه. فلما توقف الربح دلوقتي ده طبعا يعجز القناه خالص، ما يخليهاش حتى، يعني لو قعدت كمان سنه عشان اكمل $100. فاول انا كنت بعمل الفيديوهات دي، يعني هي بتجيب مشاهدات، لان طبعا الطبخ كل اليوتيوب مليان طبخ وكلنا عارفين الطبخ. فمعلش انا بتقل عليكم، شاهدوا لي الفيديو، واقول لكم مع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.